نادي الزمالك بيواجه مشكلة كبيرة جدا في الفترة الحالية، مش كتير واخد باله منها. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بيكم على صفحتكم كوره مشكل على اليوتيوب. زي ما قلت في بدايه الفيديو، نادي الزمالك بيواجه مشكله كبيره جدا مش هتلاقي كتير واخد باله منها، لان نادي الزمالك يمكن المباريات الاخيره كانت بتعدي بمكسب ومش مكسب قليل. يمكن اخر مباراه حرس الحدود نادي الزمالك بيكسب 4، فمش هتلاقي كتير واخد باله من المشكله دي. والمشكله في نادي الزمالك هي فكره صناعه الفرص او صناعه اللعب، دي فيها مشكله كبيره جدا في نادي الزمالك. نادي الزمالك ما بيقدرش ان هو يوصل للمرمى او ان هو يصنع عدد فرص كبير للمهاجمين اللي موجودين. يعني انت مثلا بص على واحد زي سيف الدين الجزيري او واحد زي سامسون، طول المباراه بتصنع لهم كام فرصه؟ ولا فرصه. اخر المباراه ولا فرصه بتتصنع للاثنين مهاجمين، ودي مشكله كبيره جدا. ومشكله هتبقى كبيره جدا في فكره ان انت تواجه خصم ذكي. يعني لو عندك خصم ذكي بيقدر ان هو يواجه زيزو وامام عاشور من بدري وبيقدر ان هو يبعدهم عن ال 18، نادي الزمالك مش هيقدر يهدف. وده يمكن حصل في مباراه قبل مباراه حرس الحدود، ونادي الزمالك ما وصلش او ما دخلش ال 18 غير بنزول شيكابالا، وكلنا شفنا الكلام دوت. ونادي الزمالك بيقدر يكسب او بيقدر يجيب هدف في الدقيقه 92 من كوره من شيكابالا بيقدر يدخل بيها احمد سيد زيزو ال 18 بعد ما كان نادي الزمالك مش قادر يدخل ال 18 اصلا. وارجع للمباراه دي وانت هتفهم ان كلامي ايه او وجهه نظري ايه. مباراه حرس الحدود، دفاع حرس الحدود، اول فكره ان حرس الحدود كان فاتح خطوطه زياده عن اللزوم، فبيقدر احمد سيد زيزو بسرعته بيوصل، امام عاشور بيوصل، يوسف اسامه نبيه بيوصل، فكان الامر سهل على نادي الزمالك. لكن برضه لو جيت بصيت لسيف الدين الجزيري او جيت بصيت لسامسون، ولا فرصه بتتصنع لهم. وده هيشكل لك مشكله برضه في افريقيا. في افريقيا انت بتواجه اساليب دفاعيه واساليب لعب عموما مختلفه، يبقى انت لازم يكون عندك اكتر من حل عشان تقدر ان انت تنجح وعشان تقدر ان انت توصل. لكن لو انت عندك اسلوب واحد هتبقى محفوظ للفرق، والماتشات كلها بتبقى ذهاب وعوده. ففكره ان انت تبقى محفوظ لفرقه ده هيكون او هيشكل لك ازمه كبيره جدا. لكن فكره ان انت يكون عندك اكتر من حل دفاعي واكتر من حل هجومي، ده اللي بيقدر يخليك تتفوق في افريقيا. فعلى نادي الزمالك ان هو ياخد باله من النقطه دي، ان هو لازم يكون عنده اكتر من حل هجومي. وزي ما بقول، لو جيت بصيت لكل المباريات نادي الزمالك ما بيقدرش يدخل ال 18 باريحيه غير في وجود شيكابالا، او اللعب عموما ما بيكونش ممتع غير في وجود شيكابالا. ودي حاجه كلنا يمكن انا ما عنديش مشكله مع اغلب لعيبه الزمالك. لعيبه الزمالك على راسي من فوق، سواء احمد سيد زيزو او امام عاشور او يوسف اسامه نبيه، المستوى الاخير اللي بيقدمه نجوم، بس اللعب ديناميكي شويه، مش يعني ما يمتعكش كده. او فكره ان هو برضه حتى فكره صناعه الفرص واللمسه الفنيه مش موجوده منهم قوي. فعلى نادي الزمالك زي ما بقول ان هو ياخد باله من النقطه دي كويس. وفكره الفوز او ان هو بيفوز في مباريات كتير بنتائج كبيره ما تغرهوش عشان ما يتصدمش في افريقيا. لان انت نادي الزمالك او جماهير نادي الزمالك اكتر حاجه تهمها دلوقتي في الفتره الحاليه هو الفوز بافريقيا. فلازم زي ما بقول يكون عندك اكتر من حل دفاعي. وانا شايف ان نادي الزمالك ما عندوش مشاكل دفاعيه، بالذات لو رجع واحد زي الونش. يعني الونش والزناري وحسام عبد المجيد الثلاثه لو موجودين في خط الوحده، او فكره ان فريرا هيمشي في فكره برضه 3-5-2 اللي بيلعبها او 3-4-3 اللي بيلعبها. فكره ان 3 في خط الدفاع الزناري وحسام عبد المجيد ويرجع لهم الونش وفي ظهرهم حارس زي عواد، انا شايف ان نادي الزمالك ما عندوش اي مشاكل دفاعيه. فهتبقى المشكله الهجوميه او مشكله صناعه الفرص زي ما بقول للمهاجمين. لان زي ما بقول وهعيدها في اخر الفيديو، لازم يكون عندك اكتر من حل هجومي او اكتر من حل في الشكل الخططي عموما، لان انت برضه هتواجه اكتر من شكل خططي مختلف. اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم، وشاركونا رايكم في التعليقات.